عاملين ايه يا رب تكونوا بخير؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى انا جايه اجرب معاكم حاجه انا كان نفسي اجربها من بدري جدا جدا جدا، وكانت من ضمن الحاجات اللي مخلينيش اعرف انام كويس، لان انا اول ما باجي انام افضل كده اقلب في التليفون. كانت فيديوهاتها بتجنني بصراحه، ولكن زي ما انتم عارفين انا مش عايشه في القاهره، فكان الموضوع صعب شويه. ويا ريت تقولوا لي رايكم في الفورمه الجديده. انا ما بقتش فود بلوجر ولا حاجه، ولكن بحب اجرب معاكم كل حاجه لاني بعشق الاكل. الحقيقه مش هعمل حاجه بنفسي قوي، ولكن في ناس كتير ما تقدرش تشوف فيديوهاتي من غير الكلمه دي، فاحب اقول لكم ان انا هبهركم. يلا بينا. انا كنت قاعده مع اصحابي في مره بقول لهم انتوا عارفين يا جماعه ايه اكتر حاجه عايزه اجربها؟ حقيقي نفسي اجربها، مع ان انتوا ممكن تستغربوها يعني. عايزه اقول لكم حد فاجئني من اصحابي وكلمني، واضح طبعا ان انا صاحيه من النوم، وكلمني قال لي انزلي بسرعه. كنت مش عارفه ايه، بنزل لقيتهم جايبين لي سوسته حجوجه. انا من عشاق الاكل المصري، وخصوصا بقى المتمون بالسمنه والزبده واللي انتوا فاهمينه ده، اظن واضح يعني. انا متشوقه جدا، نفسي بعد العشم ده بجد يبهرني. طيب عندنا دي شكله حلو قوي بصراحه، عجبني. دي الفكره اللي هي كانت صعبه قوي، بس الحمد لله عرفت اعملها. من كتر فيديوهات بتفرج عليها عرفت تتعمل ازاي في ثواني يعني. ناس كتير منكم ما تعرفش ان انا شاطره جدا في المطبخ وبعمل اكل تحفه، يمكن كتير ما يعرفش عني الموضوع ده. تعالوا نشوف اول حاجه معانا ايه. اول حاجه معانا رقاق اهو، هتسخن عشان نعرف ندوق. مش هحط اي حاجه، انا هسخن بس. وفي الفرن انتوا عارفين الميكرويف بيطري الحاجه شويه. يلا بينا كده. صوانينا حلوه، صواني ماما يعني. الكلام ده كله هنا برضو علشان تبقوا عارفين ان التغليفه دي كان لان اصحابي قالوا ان هو هيسافر، علشان لو حد بس جاله الاوردر مش مغلف كده، ده علشان متقال للمطعم ان هو هيسافر، عشان انا ما اعرفش هو بيجي كده ولا لا، بس قلت اوضح برضو. ولاني احلى واحده بتعمل رقاق والصوره ما بتكذبش، دلوقتي هنجرب رقاق حجوجه اللي طبعا اشهر نار على العالم. نحطه برضو في حاجه تاني. بالنسبه للحله اللي ورايا دي، يا ريت مالكوش دعوه بيها. انا عارفه ان انتوا هتسيبوا الموضوع كله تقولوا كنت الحله دي فيها ايه، فضوليين زيي انا عارفه. تعالوا بقى نطمن على الرقاق كده الاول. بصوا التحميره، بصوا التحميره، ده كده من غير ما اعمل حاجه. امال لو عملت؟ ارجع يا حبيبي ارجع. سخن قوي. احنا عندنا لما بنعمل الرقاق بعمله اللي هو بابله بالشوربه ده، اللي هو بيبقى ناشف ومحمص يعني. انا الفيديوهات اللي بشوفها الحجوجه بتبقى الرقاق طري. قولوا لي انتوا بتعملوه ازاي يعني. ندوق كده. ايه حته الوقعه دي؟ مش هقدر اسيبها بصراحه. ايه حجوجه ده؟ الرقاق ملوش حل، كميه اللحمه كويسه جدا، طعمها حلو. عارفين رقاق البيت اللي تاكلوه في البيت في العزومات الحلوه دي من ست البيت، مش عارفه برضه اكل فين يعني، ده اجيبه تاني جدا. قولوا لي بقى انتوا تبع الجلاش ولا الرقاق؟ عشان انا الرقاق قوي بصراحه. خلينا ندخل على بعض. بصوا بقى شكله عامل ازاي. شوكه ولا معلقه يعني؟ في ناس تاكل رز بالشوكه، في ناس تاكله بمعلقه، فخليني انا اجرب بالشوكه. الحته عامله ازاي؟ اعمل عليه شوكه تاني كده. رز تحفه. اهم حاجه بقى نفسي اكتشفها بامانه يعني مدى ذوبان اللحمه. لا حلوه. ملبن ومعاد اللي عامله الاكل ده ولا ايه؟ ايه الجمال ده؟ على فكره مش اعلان يعني، انا افتكرت ان انا بعد ما ادوقه ههدى وخلاص، بقى الموضوع اللي انا عايزه اروح اجربه ده هيهدى. انا بعد ما دوقته بقيت عايزه اروح عشان اجرب حاجات تاني كتير يعني. اتمنى اصحابي يكونوا بيتفرجوا على الفيديو ده، عشان المره الجايه تجيبوا لي حاجات اكتر. ناخد بس رز بمعلقه عشان الناس تاكل بمعلقه بقى، ما تزعلش. اريح بصراحه. تجربتي من حجوجه النهارده من التجارب اللي حبيتها جدا واللي فعلا بهرتني. قولوا لي حابين نجرب ايه تاني مع بعض.